أطفال وصغار لكنهم بيبهرونا بأفعالهم وبيكونوا ترند ومصر كلها بتتكلم عنهم. لكن حكاية البطل الصغير ابن محافظة المنيا دي تستحق تبقى ترند كمان. شنودة عنده 13 سنة، يمكن ربنا حرمه من نعمة البصر لأنه اتولد بعيب خلقي، لكنه تحدى التحدي ومستسلمش للواقع وعمل اللي صعب حد زيه يعمله. شنودة من قرية البرشة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا لفت أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو بيظهره هو بيعمل بكفاءة عالية في ورشة لحام وحدادة رغم فقدانه للبصر بسبب عيب خلقي. شنودة بالرغم من كده كمان بيواصل دراسته في مدرسة النور للمكفوفين، وهو من المتفوقين وكمان حقق إنجاز كبير بحصوله في المركز الأول على مستوى محافظة المنيا. ظهر شنودة من خلال عمله في الورشة إنه عنده قدرة كبيرة على التحدي والإصرار، وإيده زي ما بيقولوا كده تتلف في حرير، وده لأنه بيجيد الصناعة اللي اتعلمها كويس جدا، وفقدان بصره مش مؤثر عليه في شغله. شنودة كمان بيحاول التوفيق بين دراسته وعمله، يعني بياخد أجازة 3 أيام من المدرسة عشان يقدر يصرف على نفسه وعلى دراسته، لأنه من أسرة حالتها المادية متواضعة جدا. شنودة حلم حياته إنه يدخل كلية هندسة ويكون مهندس، وبعد انتشار الفيديوهات اللي بيظهر فيها واللي كان عليها ردود فعل كتير إيجابية فرح جدا، وكمان من المنتظر إنه يظهر في لقاءات تلفزيونية وناس كمان تساعده. واحد نشر الفيديو للطفل شنودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه وقال: الطفل ده اسمه شنودة، كفيف ومولود بعيب خلقي، ورغم كده شغال في ورشة لحام في المنيا. عمره دلوقتي 13 سنة وبيطلع من الأوائل في مدرسته، وعلى الرغم إن الشغل ده صعب وخطر عليه، لكن في الحقيقة بنقف كتير قدام الأبطال دول، أبطال لأنهم بيتحدوا كل الظروف وبينجحوا وراضيين، ودول هم اللي يستاهلوا التشجيع، يستاهلوا يبقوا ترند المجتمع. يا ريت الكنيسة تقف جنبه وتشجعه وكمان تساعده، ومتأكد إنها تعمل كده. إحنا كلنا بنحبك يا شنودة، ربنا يكرمك حبيبي ويفرح قلب أبوك وأمك بيك.